في يوم ما طلب عمر بن الخطاب من أهل حمص أن يكتبوا له أسماء الفقراء والمساكين بحمص ليعطيهم نصيبهم من بيت مال المسلمين. وعندما وردت الأسماء للخليفة فوجئ بوجود اسم حاكم حمص سعيد بن عامر بين أسماء الفقراء، فتعجب عمر بن الخطاب أن يكون وليه على حمص من الفقراء، فسأل أهل حمص عن حاله، فأجابوه أنه ينفق جميع راتبه على الفقراء والمساكين، ويقول: ماذا أفعل وقد أصبحت مسؤولا عنهم أمام الله، فيجب أن أعطيهم كل ما أملك. وعندما سألهم الخليفة: هل تعيبون على سعيد بن عامر شيئا؟ فأجابوا: نعيب عليه ثلاثا: لا يخرج إلينا إلا وقت الضحى، لا نراه ليلا أبدا، ويحتجب عنا يوما في الأسبوع. فاستدعى عمر بن الخطاب سعيد بن عامر وسأله عما يعيبه أهل حمص عليه، فأجابه: لم يكذبوا عليك يا أمير المؤمنين، هذا حق، أما مبرراتي فهي: لا أخرج إلا وقت الضحى لأني أخدم أهلي، ولا أخرج لهم إلا بعد أن أفرغ من خدمتهم، فأنا لا خادم لي وامرأتي مريضة. وأما احتجابي عنهم ليلا فذلك لأني جعلت النهار لقضاء حوائجهم والليل جعلته لعبادة ربي. وأما احتجابي يوما في الأسبوع فذلك لأني أغسل في ذلك اليوم ثوبي وأنتظره ليجف، لأني لا أملك ثوبا غيره. بكى أمير المؤمنين الفاروق، بكى فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، ثم أعطى سعيد بن عامر 1000 دينار، فلم يخرج من عنده إلا وقد وزعها على الفقراء والمساكين. وعلمت لماذا يومها تسيدنا العالم، ولماذا اليوم تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الله غني.